عاش، ما شاء الله عليك، عاش الله اكبر. انزل يا كوتش. عاش كابتن عواب، ما شاء الله عليك، عاش. زي ما شفنا هنا التمرين اللي كان بيعمله الكابتن وهو شغال في حركه النزول، في حركه الرجوع، بيأمن بالعضلات، عضلات البطن العميقه، الانتيريور ابدومينال وول، وبيكتم بيها فضائيه النزول عشان يحمي اسفل الظهر. ليه؟ انت بتتمرن التمارين الحره سواء الجهاز ده او بالبار او بالدمبل، وانت بتنزل لو سبت ظهرك لتحت على العضلات الناصبه للعمود الفقري، بدايتها من تحت، من هنا، من الكو 6 ومن الساكرم او من الالياك، خلاص، من الحوض والفقرات العجزيه. كل ما بتعمل استرتش كامل كل ما تتاثر على بدايتها والاوتار بتاعتها. فانت بتحذر، تاخد حذرك ان انت وانت نازل بتشد العضلات دي، تكتمها لتحت الاسفل عشان ما يحصلش تاثير على الجزء او المنشا بتاعها. تحياتي. خد بالك في التمارين الحره دايما سواء البار او الدمبل او الجهاز بتاع التي بار. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.